متابعيني ومشاهديني مطبخ سهير خطاب، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده عشان خاطر السقعه وخلاص بقى، كل سنه وانتم طيبين، دخلنا في الجو ده، وحاجه برضو هتنفع الولاد في قلب المدرسه في اللانش بوكس معاهم، واي حد كبير يعني هياخدوا معاه الشغل في اي وقت بتاع كده، احنا سناكس كده واحنا قاعدين، هيعجبكم قوي. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو عايزه لايك وشير وسبسكرايب، واللي اول مره يشوف قناتي يشرفني وجوده عندي، ويدوس على كلمه الكل ويفعل زر الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو اعمله عندي في القناه. ويلا نبدا ونسمي الله على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله عندي نص كوبايه لبن او حليب، يعني حاجه من الاتنين. ثانيه كده واحده. نص كوبايه من الحليب وربع كوبايه زبده مذابه مش مقدوحه. مفيش زبده عادي حطي بدلها زيت ولا هيجرى اي حاجه. وبرده لو مفيش لبن حطي بدله ميه، مفيش اي مشكله. معايا هنا معلقه خميره فوريه او خميره بتاعه الافران، اي حاجه مفيش مشكله برده، يعني كل الموجود عندك اعمليه في البيت، ما تجيبيش، ما بتضطريش ان انت تجيبيه من بره. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. معايا بضايه بدرجه حراره المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى معايا ايه؟ معايا معلقتين سكر خشن عشان خاطر بس الخميره، والجو طبعا احنا عارفين ان الجو ساقع، ماشي. ومعايا هنا تاني معلقه خل علشان برضو منها محسن طبيعي، ومنها تضيع ريحه زفاره البيت. ومعانا هنا على الدقيق ذره ملح اهي صغيره بس كده عشان تعادل الطعم، خلاص كده. ومعايا فانيليا طبعا، اولا ننسوا الفانيليا عشان خاطر البيض اهي، فانيليا بودر او سائله، اي حاجه عندك شغلي نفسك بيها مش هتقول لا اهيت. هنيجي بقى كل الكلام الحلو ده كله بالويسك، بالمضرب، بالمعلقه، اي حاجه، بس المهم ان انا عشان خاطر الخميره دي ادوبها مع السكر وتتفاعل، والبضايه والحاجه كلها. طبعا الخطوه دي بتسهل عليا عمليه العجن معايا. وهنا معايا كوبايتين دقيق او طحين زي ما احنا شايفين كده، وعليهم ذره ملح. هنزل بيهم كده مره واحده، وهاجي هنا بالمعلقه اعدل بس كده، هنقلب بالمعلقه ونعجن عادي مفيش اي مشكله كده، عشان بس ما نزروتش ايدينا. المعلقه هتسهل لكم. زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا، خلاص كده اندمجت كل ودلوقتي بقى ايه، جه الدور بتاع ان انا هكمل بايدي. خلاص كده هلم بقى العجينه كده بايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. سهله وبسيطه وحلوه وجميله، وبتدي كميه حلوه وهتعجبكم قوي. بس عشان المقادير كلها مظبوطه، هي بس عايزه عجن شويه. ناخد كل اللي في الطبق عندي واللي لازق في القعر كده،
هحط بقى حبه دقيق هنا على الرخامه عندي، وهعجنها على الرخامه، هكملها قدامكم. اهي معايا لسه في الطبق اللي انا بعجن فيه اهي. انضف الطبق كده واخد كل العجين اللي هو لازق فيه ده، مقاديري مظبوطه وكل حاجتي تمام. انا بس بلم العجين اللي في الطبق عشان لما اجي احطها ما تلزقش تاني اهو. هاخدها بقى كده معايا ورخامتي نضيفه اهو. هقعد اعجن فيها 10 دقايق كده وهرجع لكم تاني اهو. زي ما احنا شايفين كده اهو على الرخامه، عشان تديكوا نتيجه حلوه وافضل نتيجه تطلع لكم اهو. هنفضل كده 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 زي ما احنا شايفين. النتيجة معايا جميلة جدا اهي، والعجينة اهي زي الاستك معايا ما شاء الله تبارك الرحمن اهي. خلاص هنركنها بقى على جنب كده تخمر، وبعد كده هنشوف هنعمل معاها ايه اهي. وهغطيها واحطها في مكان دافي، وبعد شوية هنرجع نشوف هنعمل ايه. وكده حبايبي زي ما احنا شايفين بصوا خمر معايا دوناتس اهو. ههبط بقى الخمر وهمسكها كده، بصوا بقت مفشفشه جميله ازاي اهي. هضمها بقى كده، هفضل اقفلها كده اهوت، ومش هقسمها بقى 2 لان هي كده يا دوبك هفردها على كده اهوت اهو. هنفرد بقى مع بعض، احضر بس الحاجه ونيجي نفرد مع بعض كده. انا حضرت اهوت خلاص الخشبه عندي اهي، وحطيت عليها الدقيق وحطيت العجينه اهي، وبرده هحط شويه دقيق. ودي اي حاجه بتاع دونالدز ولا اي غطا حاجه، وبتاع غطا اي غطا ازازه، ومعانا دقيق. هرش رشه بس كده بسيطه فوق الوش وهنفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنفردها بسمك 1 سنتي، ولا هنكتر ولا هنقلل. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. نفرد الاطراف كده كده كده. الاطراف دي كده هحاول نعملوها مدوره اهي بس كده. بصوا السمك بقى بتاعها اهو. نفتح كده الكاميرا شويه اهو. السمك بتاعها اهو المفروض ان احنا نعمله بيه. خلاص هنيجي بقى كده هنجيبها هنا كده قدامكم اهي. هنيجي بقى هنعوز ديت كده ايه، الدقيق بتاعها داير ما يدور. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وهنا برضو، وهنحاول عشان ما نهدرش كتير الدايره اهي. هناخد واحده تانية
وهنا برضو كده كل مرة هعوزها. هنيجي بقى هنا في الغطا بتاع الازازة كده برضو هنزل هنا كده في النص بتاعها كده بالظبط، وهعمل اهي. طبعا الصغيرين دول لو عايزين تقلوهم ماشي، مش عايزين وتحطوا عليهم سكر وقرفة وشوية فانيليا كده معاهم ماشي. مش حابين خدوهم مع العجينة وارجعوا اعملوهم تاني. وهنا برضو زي ما احنا شايفين اهو. هنيجي هنا بقى بالراحة كده هنفتح كده، وهنا انا مقطعة ورق عشان خاطر اللي ما بيعرفش يتحكم بعد ما تخمر وكده اهوت. اهي انا مقطعة ورق كده اهوت من الابيض او ورق الزبدة اهو، حطاها عليها. هساوي بقى كده الاطراف بتاعتها كده اهو. برضو التانية كده هاخدها وهحطها على الورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هساوي كده الاطراف اللي هي اللي طالعة شوية كده زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا. ودي برضو كده اهي. وبرضو هنا برضو هاخدها برضو كده هسلكها بس كده شوية من اهي كده اهوت. طبعا هنا خلاص اهوت بدأ معايا الدونلز اهوت زي ما احنا شايفين كده خمر. طبعا اللي انا بديه الاول هو اللي خمر، والتاني برضو هسيبه لما يخمر على راحته. وهنا معايا زيت اهوت بقدحه جامد يعني مش قوي. وطبعا معايا ورق مناديل اللي هو المنشف عشان خاطر الحاجة تطلع عليه. ومعايا الشوكة. طبعا الزيت هنا غزير، واول ما هنزل فيه يعني هخليه متوسط، الحرارة تبقى متوسطة شوية عشان خاطر الدونلز يستوى ما يبقاش النار عالية قوي عليه. هنبدأ بقى ونسمي الله كده، هننزل بواحدة كده. وطبعا اذا كنتوا انتوا خايفين علشان الشيل اهو انا بصوا بشيله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا انا بشيلها كده بالراحه خالص وبحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بالراحه خالص كده. بصوا بشيلها ازاي. باخدها كده بصوا احط صبعي في النص كده واروح زقاها هي على صبعي واحطها. طبعا الورق اللي انا كنت حاطه عليه بشيله، بحتفظ بيه وبشيله عشان لما اعمل تاني. اوسع بس كده شويه عشان احط واحده تانية هنا. زي ما احنا شايفين كده اهوت النار حلوه قوي كده عليه. هنشوفه بقى مع بعض دلوقتي بعد ما نخلص. بصوا انا بقلبت على الناحيه التانية. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. اللون كده معقول جدا هوسع كده وهحط واحده تانية.
وهقلب. بسم الله ما شاء الله عليه تبارك الرحمن. حلو قوي كده، اللون بتاعه كده جميل قوي. هبدأ بقى كده بالشوكة او على المقصوصة كده. منسهاش على اللي احنا لسه ايه حاطينها دلوقتي. ودي هنقلبها. سهل جدا مفيهوش اي حاجة. لسه ده كده هو اول ايه، اول وش. هخلص بقى كل الكمية وهنرجع هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعضين. ودلوقتي جيت بقى للوقت اللي احنا هنزين فيه بالشوكولاتة. هنا عندي شوكولاتة غامقة بني، دي شوكولاتة خام سيحتها على حمام مائي وحطيت عليها معلقة زيت كبيرة، وبرضو عاملة بيضة اهي على النار بسيحها. اجي بقى كده هعوصها كده وانزل الزيادة كده منها، وعلى ورقة زي ما احنا شايفين كده، وهطلعها. وطبعا يكون الدونالدز ايه مقلي وبرد، ما نعملوش وهو سخن. زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا. كده يبقى عندي سرعة كده، عشان خاطر عايزة احط سباركل عليه اللي هو السبرينكل ده. او شوكولاتة فرماسي من اللي هي الملونة. انزل كده الزيادة، اخلص الكمية كلها. وقبل ما اسيبكم، عندي اهوت السبرينكل دوت اللي هو الملون، احط كده اهوت. نعمل منه كذا شكل كده. المفروض ان احنا نحط دوت قبل ما الشوكولاتة الغامقة تجمد علشان خاطر يلزق عليها. كده هكمل بقى الكمية كلها وهعمل بالشوكولاتة البيضاء، وهنرجع لكم نفس ما انا عملت هعمل في الشوكولاتة البيضاء. هخلص وهرجع لكم بقى تاني. وده كده حبايبي خلاص الدونالدز اهوت. ده كده خلاص بعد ما جملته بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده وريتها لكم. وده شكله.
يا رب يكون عجبكم. اللي عايزه لايك وشير وسبسكرايب، واللي اول مره يشوف قناتي يشرفني وجوده عندي، ويدوس على كلمه الكل ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد اعمله عندي في القناه. واشوفكم على خير في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.